والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب منهاج المسلم للشيخ أبي بكر الجزائري رحمة الله عليه، والكلام في الأدب، وقلنا وصلنا إلى الأدب مع الأقارب، صح؟ يقول رحمه الله: الأدب مع الأقارب. المسلم يلتزم لأقاربه وذوي رحمه بنفس الآداب التي يلتزم بها لوالديه وولده وإخوته، فيعامل خالته معاملة أمه. ليه؟ لأنها أختها. وعمته معاملة أبيه لأنها أخته. وكما يعامل الأب والأم يعامل الخال والعم في كل مظهر من مظاهر طاعة الوالدين وبرهما والإحسان إليهما، فكل من جمعتهم وإياه رحم واحدة من مؤمن وكافر. خد بالك بقى من كافر دي، يعني حتى لو لو قريبه ده كافر، لو كان قريبه كافرا يبقى هيعمل ايه بقى معاه؟ هيصل رحمه. يبقى يبره برضه. يبقى يبره. هناك فرق كبير بين البر والمودة، فارق شاسع، وده اللي بيلخبط فيه الناس دلوقتي جدا. يعني فرق كبير بين البر والمودة. احنا أمرنا بالبر أمرنا بالبر، ببر من؟ مش بس الأقارب، لا، والجيران، وحتى أي حد لا يعادينا، حتى لو كان كافرا. كفار اللي هم لا يعادونا، احنا أمرنا ببرهم، بيعملونا معاملة حسنة يبقى احنا بنبرهم، خلاص، لكن لا نودهم. هو ده الفرق بقى. الود الحب، واخد بالك؟ هذا ممنوع، والمودة ممنوعة. لما تقرأ في سورة الممتحنة هتلاقي الفرق واضح بين الاثنين. هما طبعا بيجيبوا دي لزوها في دي، ويلبسوا على الناس. يعني المودة اللي هي الحب، بس لا يجوز لغير المسلم. لا يجوز لغير المسلم. الحب لا يجوز لغير المسلم. تخيل واحد بيكره أباك، هل من قلبك كده ممكن تحبه؟ طب ربك بقى؟ لا. هو ده الكلام اللي الناس مش بتفهمه صح. يعني لما تقول له ان حتى التكفير اصبح شيئا شائكا، مع انه العرب كانوا يعرفوا معنى الايمان والكفر تماما. يعني يقول لك هو كافر بما انزل على محمد، ويعترف بكده. هو كافر يعترف بكده، فاهم يعني ايه معنى انما احنا النهارده هنا للاسف الشديد لما تقول له ان غير المسلم كافر، يقول لك ايه؟ اذا لم يبقى الا الضغط على الزناد. هو حد قال ان احنا بنقتل الكفار؟ مفيش. هو في فرق بين ان انا اكفره، يعني ايه؟ يعني اقول انه لا يؤمن بالله الذي اؤمن به انا، خلاص، وانا كافر عنده. هو مش مؤمن بعقيدتي وانا مش مؤمن بعقيدتي. يعني انا كافر وانا عنده برضه كافر. هو يقول عليا كافر، واخد بالك؟ بيسالوا، اظن كان شنوده، لان هم راحوا زمان، سمعت يعني، راحوا لشيخ الازهر، كان المفتي، اظن كان الشيخ سيد طنطاوي الله يرحمه، لما كان عبد الحليم مات. عبد الحليم حافظ المغني المعروف اللي البنات انتحروا يوم ما مات ده. فبيقول له، وطبعا البنات اللي انتحروا يعني ظهر ان هم اللي كانت حامل واللي كانت كذا واللي كانت كذا، يعني هي بس لزقتها فيه. يعني هي كده كانت عايزه تنتحر وتخلص من اللي في بطنها، واخد بالك؟ وقال لك لا، ده عشان عبد الحليم مات، حاجه يعني صعبه. المهم فراحوا للشيخ طنطاوي الله يرحمه، فسالوه عبد الحليم في الجنه ولا في النار؟ قال له يا اخي انا معايا مفتاح الجنه والنار، مش عرفني. ده شيخ طنطاوي، خلاص، وكلامه صح، بس في تعتيم. انا لما اسال عن رجل فاسق لازم ابين فسقه، مش كده؟ اقول انا ما اعرفش هو في الجنه ولا في النار، لان انا ما اعرفش هو مات على ايه. يعني ربما مثلا شارون، عارفين شارون مش كده؟ شارون ده يعني ما شفناش حد مجرم زيه يعني في العصر الحديث. لو مات دلوقتي وتقول لي هو في الجنه ولا في النار، اقول لك ما اعرفش.
لا يمكن هو قبل ما يموت شهاده شهادتين يا اخي، انا ما اعرفش، دي حاجه بتاعت ربنا بس سبحانه وتعالى. لكن اعماله مجرمه كلها وكان على الكفر. هو ده اللي ظاهر لينا، كان على الكفر. فكذلك اي حد بقى. فلما اسال عن حد كده لازم ايه؟ لازم ان انا ابين. هو بقى قال لهم ايه؟ سياسه بقى. قال لهم انا ولا معايا مفتاح الجنه ولا مفتاح النار، خلاص. فراحوا لشنوده قال لهم كافر طبعا. هو ده الشاهد بقى. قالوا له ليه؟ قال لهم عشان ما كانش مسيحي. واخد بالك؟ فهنا الوضوح جدا عندهم. هو ما فيش حد كفره، ما فيش حد اتهمه بالارهاب ولا بالتطرف ولا اي حاجه. لكن احنا لما تقول ان النصراني كافر يبقى انت متطرف، ويبقى انت ايه؟ لم يبقى الا الضغط على الزناد، زي الكلمه المشهوره بتاعت احد اصحاب الاعلام. واخد بالك؟ لا طبعا هو في فرق ما بين الكافر، جاري النصراني اللي في نفس العماره معايا، لو حصل له حاجه انا ممكن اخده بالعربيه بتاعتي واوديه المستشفى، ولو بنته بتتجوز اهنيه. واخد بالك؟ ده البر طالما هو بيتعامل معايا كويس ومفيش اي مشاكل وبتاع. واخد بالك؟ انما الموده، ولو بينه وبين واحد مسلم قضيه والحق معه، اشهد معاه. لو دعاني للشهاده اشهد معاه ضد المسلم اللي انا شهدت ضده ده انا احبه، واللي انا شهدت معاه انا ما احبوش. بس الحق حق. بس انت مع الحق. الفرق واضح. الفرق واضح. مفيش موده مع ده، بس في موده مع ايوه الله يفتح عليك. لكن العدل يقام. واخد بالك ازاي؟ فهنا هو يقول ايه رحمه الله عليه؟ فكل من جمعتهم واياه رحم واحده من، هم ليه سموا ذوي الارحام؟ عشان بتجمعهم رحم واحده اللي هو رحم الام يعني، من مؤمن وكافر. يعني حتى لو كافر اهو. ادي اهل السنه اهو، مش ده من اهل السنه رحمه الله عليه اهو. من مؤمن وكافر اعتبره من ذوي رحمه الواجب صلتهم وبرهم والإحسان إليهم، وهيجيب الأدلة دلوقتي. والتزم لهم بنفس الآداب والحقوق التي يلتزم بها لولده ووالديه، فيوقر كبيرهم ويرحم صغيرهم ويعود مريضهم. يعني ايه يعود مريضهم؟ يعني يزور. ويواسي منكوبهم ويعزي مصابهم، يصلهم وإن قطعوه لأن هيجيب برضو دليل عليها. ويلين لهم وإن قسوا معه وجاروا عليه. كل ذلك منه تمشيا مع ما توحيه هذه الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة وتأمر به. قال تعالى، هيبدأ في الأدلة بقى اهو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. الأرحام هنا ايه وضعها في الجملة؟ يعني لما اقول لك اعربها تعرب ايه؟ مفعول به. هي معطوفة على مفعول به. احسنت، معطوفة يعني. واتقوا الله، لفظ الجلالة هنا في محل ايه؟ مفعول به. اتقوا الله والأرحام، واتقوا الأرحام كمان. واضح كده؟ واتقوا الله. طب امال ايه الذي يتساءلون به؟ جملة اعتراضية. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ توليتم هنا يعني إيه؟ فررتم يعني. لا. توليتم يعني تركتم. لا يعني ابتليتم بالولاية. ابتليتم بالولاية يعني واحد أصبح والي، أصبح أمير. مش ولا بقى. لا تانية ولا دي واخد بالك؟ أصبح أميرا، أصبح حاكما. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا إيه؟ أرحامكم. وقال تعالى فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وقال عز من قائل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وقوله وإذا حضر القسمة
أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا الرحمن، يبقى ده حديث اسمه حديث إيه؟ قدسي. أنا الرحمن وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي. ربنا اسمه الرحمن، فاشتق للرحم من اسمه، هو الرحمن وهي الرحم. يعني شوف بقى الفضل. وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. يعني تحذيره، وعيد لمن ايه؟ لمن يقطع ارحامه. وقال له عليه الصلاة والسلام احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له يعني من ابر؟ مين اللي انا ابره؟ يعني من ابر انا؟ يعني من ابره؟ ها، مش من ابر الناس، لا بيسالوا انا ابر مين يعني، من ابر؟ فقال امك، فقال امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم الاقرب فالاقرب. وفي روايه ثم ايه؟ ادناك، يعني الاقرب فالاقرب. كل ما كان الانسان اقرب اليك كلما كان ايه؟ احق ايه؟ بالبر من الابعد. وسئل عليه الصلاة والسلام عما يدخل الجنة من الأعمال ويبعد عن النار، فقال تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وتقيموا الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال في الخالة إنها بمنزلة الأم، زيها زي الأم. وقال الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم صدقة وصلة. عشان كده في ناس كتير بيجي يسأل يعني يقول لك ايه يجوز ان ندفع الزكاة للأقارب؟ ده هو من باب أولى. هيبقى ايه؟ هيبقى صدقة وصلة، لكن على الغريب ايه؟ صدقة فقط. يبقى ده أولى. بس يشترط هنا شرط انه ما يكونش مسؤول منك النفقة عليه. ما تكونش انت بتنفق عليه، يعني ما تقوليش ايه ابنك الصغير تقول لي انا هدفع له الزكاه، لا ده انت واجب عليك تنفق عليه. الزكاه بره بقى، الزكاه على الايه؟ على الاخرين اللي هم يعني انت لا تنفق عليه. وبالنسبه للكافر بقى جايب الدليل اهو. وقال لاسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنهما وقد سالته عن صلتها امها حينما قدمت عليها من مكه مشركه. اسماء كانت مشركه، وام عائشه مسلمة، كانت مسلمة. أسماء وعائشة أخوات، لكن أم عائشة رضي الله عنها كانت مسلمة، اسمها أم رومان زوجة أبي بكر الصديق. دي لأن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت إيه؟ قالت لم أعهد أبوي إلا وهما يدينان الدين. عائشة كانت صغيرة، طلعت شبت كده عن الطوق لقيت ابوها وامها مسلمين، اللي هو ابو بكر الصديق وام رومان، خلاص. لكن ام اسماء واحده تانية زوجة ابي بكر برضو، بس واحده تانية، هذه كانت مشركه. والظاهر ان هو طبعا يعني ايه حصل انفصال بينهم، لان بتقول جاءتني وهي مشركه، جاءت من مكه وكانت طبعا اسماء في المدينه، جاءتها وهي مشركه، فقال لها نعم صلي لان هي سالته، هو جايب الحديث باختصار هنا، بتقول له افاصلها. كانوا بيسالوا عن كل حاجه، ما يجتهدوش. النبي صلى الله عليه وسلم موجود، اي حاجه كده تشغلهم يروحوا يسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها. خلاص، احنا بقى اي حاجه تشغلنا نفتي، لا نسال العلماء بقى. فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم بتساله، ما هي مساله شائكه بالنسبه لها، امها مشركه وهي على الاسلام، وجايه طالبه منها ايه؟ حسنه مثلا، او طالبه تساعدها، او طالبه الصله. فراحت تسال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت اتتني امي او جاءتني امي وهي مشركه افاصلها؟ قال نعم صلي امك. في دين كده، دين جميل، صح ولا لا؟ دين جميل. طيب ناخد بالمره الادب مع الجيران، مش كبير يعني. طيب الادب مع الجيران، يعني لم يترك الاسلام شيئا، حتى الحيوانات في رحمه بالحيوانات. عارفين ان امراه بغي دخلت الجنه في ايه؟ في كلب سقطه. والبغيه اللي هي ايه؟ اللي بتاكل بعرضها،
يعني بتزني عشان تاخد فلوس، واخد بالك؟ فدي طبعا ايه، انت تشمئز كده يعني ربما لو راحت لبعض العابدين يقول لها انت مش هتخش الجنه ابدا، زي ما بنشوف، واخد بالك؟ يعني طبعا بتاتي كبيره من الكبائر شديده جدا يعني. شافت كانت بتشرب من البئر، وبعدين وهي طالعه شافت كلب يلهث من العطش، عمال يلهث كده مطلع لسانه عمال يلهث، فشعرت به، لان هي من شويه كانت عطشانه ونزلت شربت ومش لاقيه حاجه تملاها، فملأت موقها اللي هو الخف اللي لابساه في رجليها، ملته، وعشان تعرف تطلع من البير مسكته بفمها، وعشان الميه ما تكبش منه، وخرجت، كل ده عشان تسقي الكلب، فشكر الله لها فغفر لها. كلب، واخد بالك؟ مش بس البشر يعني. طيب، يقول رحمه الله: المسلم يعترف بما للجار على جاره من حقوق وآداب، يجب على كل من المتجاورين أو من المتجاورين بذلها لجاره وإعطاؤها له كاملة. هي إيه؟ الحقوق. وذلك لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وإيه؟ والجار ذي القربى والجار الجنب. خلاص؟ إيه الفرق بين الجار ذي القربى والجار الجنب؟ ما الفرق؟ الجار ذي القربى اللي هو مثلا من أهلي بس جاري. تمام. الجار الجنوب اللي هو مش من أهلي، جنبي يعني. يعني يبقى إذن الجار ذي القربى له حقان: حق القرابة وحق الجيرة. ولو هو مسلم يبقى 3 حقوق وحق الإسلام. الجار الجنب يبقى له حق واحد إن كان غير مسلم، وإن كان مسلم يبقى له حقان: حق الإسلام وحق الجيرة. خلاص؟ إن كان كافر يبقى له إيه؟ حق واحد اللي هو إيه؟ اللي هو حق الجيرة فقط. يبقى الجار ذي القربى والجار الجنب. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. من كتر ما نزل عليه بالوحي، الوحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم يصيب الجار يصيب الجار يصيب الجار، غلب على ظنه انه هيجي في مره يقول له ايه؟ الجار يورث جار. وقوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. طيب، واحد الحقوق بقى، هيعد الحقوق. واحد: عدم أذيته. أول حاجة إن أنت تكف عنه أذاك، وده شيء يعني عظيم جدا، إن أنت يعني لو لا تملك إلا أن تكف أذاك عن الناس لكفاك. ما تأذيش الناس، بس ما تدهمش حاجة ولا تعطف عليهم ولا تحسن إليهم، بس كف أذاك عنه. يبقى دي أول حق. يبقى إيه؟ عدم أذيته بقول أو فعل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقوله: والله لا يؤمن. فقيل له: من هو يا رسول الله؟ فقال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. جاره خايف منه، قلقان منه، عمال يلعبه في الرايحة وفي الجاية ويضايقه، واخد بالك؟ ده طبعا ايه؟ نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه الإيمان. نفي الإيمان هنا ليس بالمعنى الظاهر إن هو يبقى كافر يعني، لا، وإنما يبقى أصبح ناقصا الإيمان. أصبح ناقصا، لما نجمع من الأدلة نلاقي إيه؟ إن هو أصبح ناقص الإيمان، والإيمان يزيد وينقص. يرتكب إثم يعني. طبعا يرتكب إثم طبعا. ده هو مجرد إن هو راعب جاره بس كده، عملوش حاجة. العقيدة بتاعته ما بتبقاش كاملة، بتبقى ناقصة. صحيح. الإيمان 60 شعبة أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وقوله: هي في النار، للتي قيل له إنها تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي جيرانها. دي بقى كانت إيه؟ كانت كانت بتقوم الليل وتصوم النهار، خلاص، وتتصدق بالكثير من المال، حاجة جميلة قوي يعني.
فقال النبي ولكنها ايه تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. قيل له فإن فلانة لا تكثر الصلاة ولا الصيام، حديث بمعناه، وتصدق بالأسوار، يعني ايه اللي تقدر عليه، يعني مش عماله تنفق ذات اليمين وذات الشمال زي الثانيه، لا اللي تقدر عليه حاجه بسيطه كده تتصدق. ولا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنه. سبحان الله. شفت بقى الخلق هو الكريم. بتعمل جميع الحاجات كويسة وصيام وصدقات، آه. بس مجرد انها تأذي جارها في النار يعني. فلا كل ده مش يغرنك، شايفين. ما انت عارف حديث المفلس، الناس ما ما دي تعرفش هتيجي يوم الكلام. القيامه تفلس، لان ايه ياخذ هذا من حسناتها وهذا من حسناتها، مش حديث المفلس كده؟ حتى ان فنيت حسناتها انا طبعا بقول على انها امراه، انما الحديث ايه حتى ان فنيت حسناته قبل ان تقضي ما عليها اخذ من سيئاتهم فطرحت عليها ثم طرحت في النار. ايه اللي افادها بقى كثره الصلاه والصيام؟ يا ريت الناس تعرف الكلام ده. ان المرء يبلغ بحسن خلقه ما لا يبلغه الصائم القائم. حسن الخلق. 2 الإحسان إليه، يبقى أول حاجة يكف عنه أذاه، يكف عن جاره أذاه. تاني حاجة من الحقوق الإحسان إليه، وذلك بأن ينصره إذا استنصره. وإن الكريم إذا دعي بطعنة بليل، الحديث اللي في البخاري ده اللي قالها واحد كافر، دي اللي قالها من العجيب ان اللي قالها واحد يهودي. قال إن الكريم إذا دعي بطعنة بليل أجاب. طب اليهود معروف عنهم ان هم قوم اندال، صح ولا لا؟ وجبناء، وعد زي ما انت عايز من الخصال الذميمه، صح كده؟ ايه اللي خلاه يقول كده؟ هو كان اللي هو كعب بن الاشرف اليهودي الفاجر. النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله كما في صحيح البخاري، فراحوا له عشان يقتلوه، عملوا حيله كده، يعني حديث طويل شويه، وبعدين ايه راحوا له، فكان لسه عروس، هو كان لسه متجوز جديد بقى وحاطط عطر بتاعه ومنجه نفسه، فنزل فقال محمد بن مسلمة لم أرك اليوم عطرا، أو قال لم أشمك اليوم عطرا، أتسمح أن أشمك؟ فقال له اتفضل، فرحان بقى بيبجحه إلى نفسه، فأخذ دماغه كده وقعد يشم وبتاع، ثم أشم أصحابه، ثم قال أتسمح مرة أخرى؟ الأول بيديله الأمان الأول يعني، فقال نعم، فأعطاله دماغه يشمها، فراح تمكن منه وقال دونكم عدو الله فاقتلوه، فراحوا قاتلين، واخد بالك؟ وهو نازل مراته كانت ذكية، هم عمالين يندهوا عليه بقى، فمراته قالت إني أشم رائحة الدم. قال لها يا شيخة ده محمد بن مسلمة ورضيع، كان واحد رضيع وواحد ابن اخيه او ابن اخته حاجه زي كده، الاثنين اللي جايين ومعاهم ناس. فقال بقى الكلمه المشهوره دي، قال وان الكريم اذا دعي بطعنه بليل اجاب. ان الكريم اذا دعي بطعنه بليل اجاب، يعني انت قاعد في بيتك مثلا الساعه 12 بالليل، 1 بالليل، 2 بالليل، وسمعت الحقوني، الشجاع يفتح الباب وينزل، يمكن واحد بيموت، يمكن حاجه تلحقه، ادي ايه الكريم. طب هو جاب الكلام ده منين؟ من مجاورته للعرب، فايه بياخذ من اخلاقهم، يعني من كلام بس، حتى كلام بس، انما طبعا اليهود ما عندهمش الحكايه دي. هو كان خبيث النفس. طبعا كان خبيث. كعب بن الاشرف ده كان خبيثا ومات، قتل. يبقى هو في النار، صح؟ ايه؟ هو في النار. هو الظاهر ان هو طبعا مات على الكفر، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتله، لكن برضو ما نقدرش نحكم، لان ما عندناش نص ان هو في النار. اللي عندنا نص ان هو في النار زي ابو لهب مثلا، يبقى ايه؟ يبقى خلاص، يبقى فرعون يبقى في النار. اللي ما عندناش نص ان هو في النار ما نقدرش نجزم، نقول هو مات على الكفر، يعني يغلب على ظننا ان هو مات على الكفر. الإحسان إليه، وذلك بأن ينصره إذا استنصره، الحقوني تجري تلحقه، ويعينه إذا استعانه، ويعوده إذا مرض، ويهنئه إذا فرح، ويعزيه إذا أصيب، ويساعده إذا احتاج، يبدأه بالسلام، ده على أساس أنه مسلم يعني،
يبدأه بالسلام. اول ما تقابله تقول له ايه؟ السلام عليكم. كان في بعض الناس يعني كان له كده رأي غريب قوي، يقول لك ايه؟ يقول لك انا لما اقابل اخي المسلم ما اقولوش السلام عليكم، اسيبه هو اللي يقول وانا ارد عليه السلام. ليه؟ عشان ياخد حسنات زياده. لا، ده في مجال الحسنات انت تحب نفسك اكتر من اي حد. لا تؤثر أحد. ايه؟ لا تؤثر. لا تؤثر احدا على نفسك. امال ايه يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ الدنيا. ده في الدنيا. الله يفتح عليك. طيب تقدر حد يجيب لي دليل على كده، على ان الانسان لا يؤثر احدا على نفسه في امور الدين؟ الحديث بتاع سيدنا عبد الله بن عباس. ايوه. اللي هو كان في مجلس للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس عن يمينه. تمام. جلس عن يمينه فشرب النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ المفروض بيدي اللي على يمينه. فطلبها عبد الرحمن بن عوف. كانوا طبعا هم بيتحروا البركه من ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم شرب فعايز يشرب من مكانه عشان ياخد البركه يعني. فعبد الرحمن بن عوف قال له يعني لو سمحت اديني اشرب. بس عبد الله بن عباس هو حق لانه قعد على يمينه. فاستاذن ابن عباس فلم ياذن له، لم ياذن للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له لا، انا ده حقي. ليه؟ لان ما البركه دي شيء من الدين. ما هياخد لما يشرب مكان النبي صلى الله عليه وسلم على انه ينال البركه يعني، يبقى ده شيء من الدين فلا يسمح. لكن لو مجرد شرب اللبن لا، يدي ده وده وده. واحنا عارفين الجماعه اللي هم كانوا في الحرب واصيبوا. أهل الصفة. ايه؟ أهل الصفة. لا مش اهل الصفه، كان جماعه في الحرب واصيبوا، وبعدين واحد جاي بيسقيهم طلب الماء. فقال له لا اعطيها قاعد لاخي. يشيلها. كل واحد بيفكر ان الثاني حق منه، اديله وده يحلها لده وده يحلها لده. مش عارف كانوا 10 تقريبا او حاجه. فالاخير احالها الى الاول، هيعيد الكره تاني. فرجع الراجل اللي شرب الاول لقى مات، الثاني مات، الثالث مات، العاشر مات. ادي ايه؟ ويؤثرون على انفسهم ايه؟ ولو كان بهم خصاصه. خصاصه يعني حاجه شديده. لو كان حاجته الى هذه اللقمه شديده يديها لك وما ياكلهاش هو. لكن الامور الدين لا. وعشان كده احنا بنستغرب قوي في الصلاه، يبقى واقف في الصف الاول وبعدين يلاقي واحد مثلا ايه اكبر منه سنا مثلا يقول له اتفضل. لا، لو شيخ الازهر جينا مش هوقف مكانه. ليه؟ لان الصف الاول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه افضليه. نتسابق عليه يعني. ايه؟ نتسابق على الوقت. في حديث بانه ان نتسابق عليه، واخد بالك؟ ان يقترعون عليه، يعملوا بينهم قرعه، يعملوا قرعه كده. لو مثلا بيقف في الصف ده 3 زي ما بنشوف وجا واحد رابع، يبقى ايه؟ يبقى يعني مش جاء بعدهم، لا كلهم احق بالصف الاول. طب مين ال3 هيقفوا يعملوا قرعه بينهم؟ شوف لدرجه ايه. يبقى انا ارجع واوقف حد غيري، هذا يدل على عدم الفقه. يعني لما تشوف واحد بيعمل كده، في ناس بيتعازموا يبقى فاضل مثلا نفر، فده يقول له لا اتفضل. اتفضل، وده يقول له لا اتفضل. لا، هو لما تشوف واحد بيعمل كده تعلم ان هو ايه؟ ان هو عنده نقص في الفقه في هذا الامر. ما عندوش خالص. ايه؟ ما عندوش خالص. لا مش ما عندوش خالص، عنده نقص في الفقه في الحته دي. يمكن هو فقيه في حته تانية مثلا. طيب ويساعده اذا احتاج يبدأه بالسلام ويلين له الكلام، يتلطف في مكالمة ولده ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، يرعى جانبه ويحمي حماه، يصفح عن زلاته. ما تمسكلوش على الواحدة، واخد بالك؟ ولا يتطلع إلى عوراته. يعني أنت رايح لجارك بتخبط عليه، رنيت الجرس، ما تفتحش مراته بقى تلاقيك واقف كده قبال الباب. لا، تقف بعيد شويه كده، لان ممكن الباب اول ما يتفتح يقع نظرك على عوره، ولا لا؟ اما عوره المراه او عوره في البيت. احيانا بيبقى في البيت ايه؟ اشياء اصحاب البيت ما يحبوش ان الاخرين يشوفوها مثلا. وهي المراه ممكن يبقى لنقص فقه عندها مثلا برضو، هي مثلا لما لقيت الباب بيخبط ففكرت ابنها او جوزها او اي حد فراحت تفتح. يعني انا كنت اعرف واحده، واخد بالك؟ كان الباب يخبط فايه تقول له ايوه يا حمار. ايه ايوه يا حمار؟ طب انت عارفه مين على الباب؟ هي يغلب على ظنها انه ابنها، واخد بالك؟
فبتقول له كده من على سبيل الدعابه يعني. طب نفرض فتحت لقيت واحد غريب، يبقى الحل ايه بقى؟ فده برضو من سفه النساء يعني. فيعني ايه، انا بدللك على ان ايه، على ان هي بتبقى يغلب على ظنها انه فلان اللي على الباب. هي عارفه ان مثلا ابنها نزل اشترى حاجه، وعارفه ان هو وجاي. اللي جاي وهو اللي فرن الجرس، فبتروح فاتحه الباب على طول، مش عامله حسابها بقى في لبسها، فما تلاقيش انت قدامها بقى، واخد بالك؟ وارد تحصل. يبقى ايه يبقى ادي ايه، لا يتطلع الى عوراته. ده فضلا ده فضلا عن ايه يعني دي انت ممكن مثلا يكون ايه نقص فقه من اللي واقف على الباب، فاتفتح الباب فرأى عوره، مش قصده، لا ده في ناس بقى بيتتبعوا العورات، هو بيتتبع العورات والعياذ بالله. لا يضايقه في بناء او ممر، ولا يؤذيه بميزاب يصب عليه أو بقذر أو وسخ يلقيه أمام منزله. كل هذا من الإحسان إليه المأمور به في قوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. 3. الواحد بالعكس كده خالص. دلوقتي العكس، للأسف الشديد. دلوقتي الناس مش عارفين جيرانهم مين أصلا. كان زمان احنا ايام ما كنا في سن يعني الطفولة والشباب وكده، ما كان موضوع الجيرة ده كان محقق فعلا يعني. كان لسه الناس فيها خير كان في لسه في خير. لكن دلوقتي هم الجيران ما يعرفوش بعض، وحتى ما بيكفوش اذاهم عن بعض يعني. مش لو كل واحد عايش في حاله وما بيأذيش التاني، ما هو لو كل واحد عايش في حاله وبيأذوا بعض برضه. وبيأذوا بعض الا من رحم الله. ما هو برضه يعني انا لو الجار ده مثلا بيأذيني يبقى انا اعرفه ليه، ويبقى الاختصار لا ده هو كل واحد بيتكلم هيبقى عايش في حاله، مفيش اختلاط. لا هو بيتكلم على عدم المعرفة الحقيقية. في نفس الوقت هتلاقيه بيعمل حاجات بتأذيك برضه يعني. مش بس هو عايش في حاله وما ما بيجيلكش مثلا لو انت تعبان مش هيخبط عليك، ولو سمع حاجه مش هيسأل عنك. هو مؤذي كمان. لا هو هيأذيك فعلا. وللاسف يعني الكلام اللي حضرتك بتقوله بيتقال كتير، وبيتقال في جمعة كتير. يعني الحاجات دي بتتقال بس على ايامنا احنا بقى بينفذ. على ايامنا كان الامر مختلف بقى. ايام زمان كنا بندرسه في المدارس وكان يكتبوه لنا على الكراسات من ورا وبتاع، كان الامر كان الناس بتتعلموا وينفذوا. كانوا بينفذوا وكان يقول لك لو انت داخل، طبعا هم كانوا بيقولوا لنا احنا صغيرين، ولما كبرنا بيه يقول لك مثلا ايه، انت جايب فاكهه لاولادك، واخد بالك، ولاد جارك، يا تديهم منها يا ما تخليهمش يشوفوها. لو قابلت ابن جارك على السلم تعشفها معاك هتديله حاجه. لا ده الكلام ده مفيش الكلام ده دلوقتي. طيب 3 اكرامه. 3 من حقوق الجار على جاره اكرامه بإسداء المعروف والخير اليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاة. يعني لو حاجه بسيطه جدا، اقل حاجه، واخد بالك لا تحقرن جارة لجارتها. وقوله لأبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أنت طابخ، واحد ذابح خروف مثلا وهيعمل شوربة، كتر بقى الشوربة، ما أنت هتحط مية، كل المية اللي هتحطها دي هتبقى شوربة، فكتر الشوربة ودي جيرانك يعني. للأسف الجار بيعاير جاره دلوقتي بالأكل. ما بينزلوا أكل في مناسبة أو محتاج أو حاجة. والله دي حصلت قدامي كذا مرة، يقول له أنا جبت لك، نسيت أنا جبت لك ووقفت معاك. هنا بقى نقول إيه؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. ما كنتش تديله أحسن بقى، ما كنتش تديله أحسن. وقولي لأبي ذر: يا أبا ذر إذا طبخت، خلاص. وقولي لعائشة رضي الله عنها لما قالت له: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قالت له: لي 2 جيران، أدي مين فيهم؟ قال: إلى أقربهما منك بابا، أول واحد اللي جنبك على طول. 4 ده على افتراض إن هي إيه معاها تمرة واحدة، لكن لو معاها تمرتين هتقسمهم، لكن هي معاها تمرة واحدة اديها لمين؟ القريب. 4 احترامه وتقديره، فلا يمنعه أن يضع خشبة في جداره ولا يبيع أو يؤجر ما يتصل به، أو يقرب منه أو يقرب منه حتى يعرض عليه ذلك.
يعني لو هو هيبيع شيء من بيته مثلا او كده، يعرض على جاره الاول، هو احق، يمكن جاره عايز. لو واحد انت مثلا هتطلع من شقتك ولقيت حاجه احسن مثلا وهتبيع شقتك، واخد بالك، جارك احق، يمكن عايزها، فتقول له والله انا ابيع شقتي، يعني لو عايز حد، لو تعرف حد عايزها مثلا، تقول لك ده انا كنت عايزها لابني مثلا، يبقى هو احق مثلا، واخد بالك. ويستشيره لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة في جداره. أحيانا بتبقى أنت محتاج إن أنت تضع خشبة في جدار، كان الكلام ده زمان يعني، في جدار جارك لشيء بتعمله مثلا أو كده، فما يمنعكش بقى، ما يمنعكش. وقوله: من كان له جار في حائط أو شريك فلا يبيعه. شريك هنا وضعها ايه من الاعراب؟ من كان له جار في حائط او شريك، معطوف على ايه؟ او حرف عطف، مش كده؟ شريك دي معطوف على ايه؟ معطوف على الجار نفسه. معطوف على الجار، لان هي ممكن واحد يقول لك معطوف على الحائط. لو كانت معطوفه على الحائط كانت هتبقى تشكيلها ازاي؟ من كان له او شريك. احسنت. ليه؟ لان المعطوف بياخد حكم المعطوف عليه. من كان له جار في حائط أو شريك، كأنه قال من كان له جار أو شريك في حائط فلا يبيعه. اشتركوا في نفس الحيط. فلا يبيعه حتى يعرضه عليه. طيب، فائدتان. الأولى: يعرف المسلم نفسه إذا كان قد أحسن إلى جيرانه أو أساء إليهم، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم للذي سأله عن ذلك: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. يبقى مين الحكم؟ الجار. عشان إيه؟ ما يجيش بقى واحد يقول لي إيه ده أنا أحسن الناس وأخلاقي حلو مع جيراني. لا، مش أنت اللي تحكم يا حبيبي. مين اللي يحكم؟ الجيران هم اللي يحكموا. نسأله الجيران، يقول لك لا ده حالته بلا، يبقى خلاص يبقى بلا. واخد بالك؟ الثانية، الفائدة الثانية: إذا ابتلي المسلم بجار سوء، أنت جارك جار سوء، وده بيحصل كتير اليومين دول، واخد بالك، فليصبر عليه، فإن صبره سيكون سبب خلاصه منه. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثا، فقال: اطرح متاعك. هو الأول قال له اذهب فاصبر، الراجل مش قادر يصبر، فيجي له تاني يسأله مرتين أو ثلاثة، قال بعد المرتين أو الثلاثة، قال له: اطرح متاعك في الطريق، طلع السرير كده حطه في الشارع كده في الطريق، وحاجتك طلعها بره، اللي ماشيين هيستغربوا ايه ده يا عم الحاج؟ فيقول لهم: والله جاري بيأذيني. فطرحه، فجعل الناس يمرون به ويقولون: مالك؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ فيقول: آذاني جاري، فيلعنون جاره. حتى جاءه، يعني جاره، وقال له: رد متاعك إلى منزلك فإني والله لا أعود. ما عمالين يلعنوه، فقال له: لا يا عم، دخل حاجتك ومش هأذيك تاني خلاص. واخد بالك؟ ده ايام ما كان فيه ايه؟ ايام ما كان فيه برضه اخلاق برضه، يعني حتى جار السوق ده النهارده لو جار سوق وانت عملت كده هقول لك ده جار سوق دلوقتي بيبقى فاجر. ايوه، الله يفتح عليك. يعني لو عملت كده انت هيقول لك ايه؟ بص، طلع عيالك كمان وخلي كل الناس تشتم ولا يهمني. لا، ما كانش كده الاول. تمام. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم ولسائر المسلمين. في اي اسئله؟ جزاك. عايز اسال عن كلمه منتشره، يعني اللي هي كلمه المساواه في الظلم عدل. هل المقوله دي لها دليل شرعي او لا؟ ده المقوله دي مقوله خاطئه. انا ارى انها خاطئه. الظلم ظلم والعدل عدل. لكن هم يقصدوا بيها ايه؟ يقصدوا بيها ان انت لما يكون عندك ناس متساويين في الحقوق، واخد بالك، زي مثلا ده بنلاقيها دايما بتتقال في الجيش حسنة تخص السيئة زي كده. يقول لك ايه؟ المساواة في الظلم عدل. يعني ايه؟ يعني واحد من الجنود عمل حاجة مثلا، يقول لهم كده: طيب، طابور ذنب. في حاجة في العقاب كده في الجيش اسمها طابور ذنب.
تجديد. يقدر الكتيبة يروح موقفهم كلهم، يقول لك المساواة في الظلم عدل، يبقى انا كده ايه عاقبتكم كلكم. لا طبعا، اللي هو المحسن يثاب والمسيء ايه يجازى على المساواة في الظلم عدل. ده انا ارى ان هي ايه، ان هي خاطئة يعني، والله اعلم.